الحمد لله الذي هدانا إلى هذا اليوم. شاء الله سبحانه وتعالى باش أنه نكون معكم في فيرمة جميلة جديدة خاصة بالناس اللي بغات تستثمر في تربية الأبقار الحلوب. فيرمة اللي مجهزة بكل تفصيل كبير صغير كاين هنايا. يكفيك أنك تجي مباشرة وتجيب الأبقار الحلوب ديالك وتبدا الاستثمار ديالك، أو حتى الأبقار ممكن نوفرهم لك هنايا في هذه الفيرمة هذه فقط لظروف خاصة هي اليوم توضعات في السوق من أجل البيع. أما بالنسبة للفيرمة اللي بين يدينا اليوم فالمساحة ديالها 5.6 هكتار، وكنتكلم على فيرمة اللي مجهزة بكل التفاصيل. شنو بالضبط عندي في هذه الفيرمة؟ كنبداو من هاد الحظائر الكبيرة اللي كاينة الأمام ديالنا هنا، وبالطبع ملي كنتكلم على هاد الحظائر هادو كنتكلم على الحظيرة رقم 1 اللي هي هذه أمامنا كتبان لكم تبارك الله ما شاء الله، اللي المساحة ديالها 1600 متر مربع. اما الحظيره الثانيه اللي كاينه امامنا هنا والتي تعتبر الحظيره الاكبر هنايا واللي المساحه ديالها 3600 متر مربع. اما كنتكلم على هذه الحظيره الصغيره الخاصه بالعجول والمكان اللي كتولد فيه الابقار، المساحه ديالها 400 متر مربع. اما ملي كنتكلم على هذا المكان اللي هي زريبه كبيره هنايا كتشوفوا كاين الاولى وكاين الثانيه وكاين كذلك اخرى ثالثه لهي وكاين الرابعه في الجهه الخلفيه اللي منها. هاد الزريبات هادو اللي كاينين عندنا هنايا او لي بادوك الخاصين المجموع ديالهم تقريبا كاين عندنا هنايا 4400 متر. زائد هذا الامر هذا ما متوفرش عندنا هذا الشيء فقط، كاين عندنا كتشوفوا لهيه المكان الخاص بتخزين ديال الاعلاف المركزه، وكل واحد كيهز لنا 15 طن. وكاين المكان الخاص بتخزين لونسيلاج اي الذره اللي كتعطى الابقار ديالنا، وكل واحد المساحه ديالو كبيره جدا. بطبيعه الحال هادشي اللي كنتكلم عليه هنايا راه كله مجهز لانهم عندهم جروب خاص بتوليد الكهرباء، وكذلك كاين عندهم الكهرباء داخله هنايا وكل شيء متوفر. بالمناسبه الفيرمه ديالنا جات على الطريق المعبده، وما ننساش نقول لكم عندنا انصال دوت خيط خاصه بالحلب موجوده عندنا هنا وكتهز لنا 24 بقره ومجهزه كذلك اللي غادي ندخل نشوفها. واكيد السكن ديال العمال ديالكم متوفر عندكم هنا، وكذلك السكن ديال التكنيسيان متوفر ودي مغازا الخاصين بالتخزين. ملي تنتكلم على فيرمه مجهزه كنتكلم على فيرمه اللي مجهزه بكل التفاصيل. ما عليك غير تجي مباشره تستثمر في هذه الفيرمه هذه وتقول يا سيدي ويا لالا بسم الله، وها انت بديتي الاستثمار والمشروع ديالك في وسط الفيرمه. بالطبع هادشي كله غادي نشوفوه بالتفصيل الممل، نشوفوا كل جزء منه ونشوفوا اكيد كل شيء. اعطيتكم بخلاصه المقدمه كتبين لكم المعلومات الخاصه بهذا الشيء، ولكن باش تشوف التفصيل الكامل خليك معايا في الفيديو اليوم باش تكون فكره، لان كل مكان غنمشي له غنعطيك التفصيل ديالو، ومن بعد كما قلنا غادي نعطيك الثمن. يلا سيدي نبداو على بركه الله. ومنين غنبداو دائما كنبداو من الجهه الرسميه او الطريق الرسميه اللي تعتبر الجهه الاماميه على الطريق المعبده. يا بسم الله. اول شيء دائما كنبداو به هو المدخل الرئيسي ديال الفيرمه ديالنا باش نكونوا واضحين على ان المدخل ما عنديش فيه مشكل بتاتا. كتلقاو بان المدخل الرئيسي فين يقدروا يجيو يدخلوا عندكم الشاحنات والسيارات ديالكم، والجميل في الامر انها جات على الطريق المعبده مباشره، الطريق اللي دوبل يعني وحده كتدي وحده كتجيب. يعني كنتكلموا على الطريق اللي كبيره. من لي زافونتاج اللي كاين عندنا في هذه الفيرمه هذه انها بعيده على الفيلاج ما يقارب 1 كيلومتر فقط، يعني تقدر تمشي للفيلاج حتى العمال يقدروا يمشيو للفيلاج في اي وقت ويرجعوا، ما عندكش مشكله في اي شيء. المدخل الرئيسي بمجرد كندخل معه كنلقاو السياج على الجهه ديال اليسار، وكذلك كنلقاو الاشجار تاع السيبري هذوك راه هما، هذا يعتبر المدخل الرئيسي. اشجار الزيتون اللي مغروسه هنا راه جزء من هذه الفيرمه. وبطبيعه الحال البدايه كتكون عندنا مع هذا المكان الصغير الخاص بالمراقبه ديال الشاحنات اللي كتدخل وتخرج عندكم. بطبيعه الحال يجب ان يكون بالقرب من الباب الرسمي. ملي كنزيد مباشره اول شيء البئر الاول الخاص بالسقي ديال هذه المنطقه هذه هو اللي كتشوفوه هنا. بطبيعه الحال هذا بئر تقليدي موضوع عندي هنايا. وبالمناسبه الفيرمه ديالنا تحتوي على 4 ديال الابار، كاين فيها 3 الابار تقليديه وكاين بئر بالصوندا. وبطبيعه الحال الشاطو اللي كتوفروا عليه الهيها في 2 ديال الابار كتعطيه اللي كيعطيونا الماء الفيرمه ديالنا بالكامل. هذا كيسقوا به فقط هذا المكان هذا، وكذلك مخلينه ريزيرف بالنسبه لهم اذا احتاجوه. نزيدوا للامام باش نوصلوا لذاك المكان.
كنوصل لهذا المكان غادي تلاحظوا معايا الطريق كتفرق، كاينه طريق من هنايا والطريق الاخرى من هنايا، واكيد المكان اللي كنا فيه او المدخل الرئيسي اللي جينا منه هو هذا اللي كيبان لكم. بطبيعه الحال علاش كتفرق لي هذا المكان؟ لانه مباشره من هنايا كنمشيو لاصال دو تخيط الخاصه بالحلب ديال الابقار والمكتب الرسمي اللي كاين عندنا تماك. اما بالنسبه للشاحنات الكبيره اللي كتجيب لنا الاعلاف ولا كتجيب الابقار ولا كتدير الابقار او لا كتجيب لنا اي شيء بغيناه كنمشيو مباشره من هنا، يعني فارقين. وهذا الامر جيد باش كنخليو المكان ديال الحليب بعيد وخاص. بطبيعه الحال حنا غادي نرجعوا نشوفوا الكواره ديالنا او الحظائر ديالنا بالكامل من ذاك المكان، ولكن غنبداو من هذا الجزء هذا فين كاين عندنا لا سال دو تخيط او صال قاعه الحلب ديال الابقار. حنا غاديين من هذا المكان مباشره. وبالمناسبه قبل ما نوصلوا تماك غنبغي ندخلكم بعجاله لهذا المكان هذا اللي كيبان امامكم هنا، واللي يعتبر هنا كاين عندنا السكن ديال العمال ديالنا. وهذا المكان مخلينه خاص بريفي كيزرعوا فيه الخضروات الخاصه بالنسبه الا كانوا عندكم عمال وبغاو يزرعوا الخضروات الخاصه بهم. وهذا المكان اللي كتشوفوا فيه هنايا هاد لاصال هذه اللي كتشوفوا فيها هذا سكن اضافي خاص بلي تكنيسيان اللي تيكونوا عندكم هنايا في الفيرما، او كذلك لي ستاجير اللي كيجيو عندكم في الفيرما راه متوفر المكان ديالهم. باين لكم هذا المكان راه مغروس فيه مجموعه من الاشجار. اجي دابا نخليوه وان شاء الله غادي نرجعوا باش اننا ندخلوا له. اللي كيهمني اكثر نشوفوا بالنسبه للناس اللي باغا تستثمر خصها تشوف فيما ستستثمر، وبالتحديد كنتكلم او شيء اخر اللي هو البئر الثاني اللي هنايا. والبئر الثاني اللي كيتم الاستعمال ديالو هنايا من طرف لي تكنيسيان ديالكم او العمال ديالكم، وعنده بالضبط روبيني في هذا المكان. غنوريكم الماء. البئر ديالنا هو هذا اللي كتشوفوا فيه، والمكان اللي جيت منه حاليا هو هذا بالتحديد. وبطبيعه الحال هنا كنتكلموا على الصنبور الخاص بالمياه، لانه دقته صراحه انا حليته وفيه مياه اللي جيده صراحه. المياه حلوه، انا دقتها صراحه قبل ما نصوروا لكم باش نتاكد، لان كتعرفوني في اي مكان مشيت خصني نتاكد من المياه. صافي واضح لكم. بالمناسبه ملي كنتكلم على هذه الطريقه هذه اللي كتدينا عند لاصال دو تخيط هي اللي كتجي فيها الشاحنه الخاصه بتفريغ او شحن الحليب. كنتكلموا على سيتيرنا من هنا كدوز مباشره. يلاه نمشيو نزيدوا للامام. بمجرد كنوصل لهذا المكان فين كتشوفوا حاطين السياره هنايا بالتحديد كتجي عندنا السيتيرنا اللي كتدور مباشره وكتجبد الحليب من هذا المكان. هنا بالتحديد هذه هي لاصال دو تخيط ديالنا اللي كتشوفوا فيها. بالنسبه للفيرما ديالنا فالحدود ديالها مشات بالكامل الى حدود ذاك الجانب لهيه. بالتحديد فين غنمشي لهيه نوريكم، ومن بعد غنرجعوا ندخلوا لاصال دو تخيط الخاصه بهذه الفيرما هذه. والمكان اللي كنا جينا منه حاليا هو هذاك. واضح لكم. فقط اطلاله بالكامل واجي نمشيو ندخلوا نشوفوا هذا المكان هذا. فقط هادشي كله للتاكيد على ان المساحه ديال الفيرما هي 5 الهكتارات و6000 المتر. الحدود ديال الفيرما فين كيبان لكم السياج هذاك هو بالتحديد الحدود ديالها من تماك. راه هو يعني هذا المكان اللي كتشوفوا فيه الزرع هنا كله جزء من الفيرما ديالنا. وكتشوفوا راه هو المسجد قريب منكم وراه الفيلاج تقريبا كيلومتر واحد. ها انتم في الفيلاج ديالكم اي شيء بغيتوه قريب منكم، لان منطقه اللي صراحه قريبه من المجال الحضاري. واضح. يلا سير اجي نمشيو دابا ندخلوا هنايا. طلعت في الدروج انا وياكم فقط للتاكيد على المكان اللي غادي ندخلوا. انتم كيبان لكم تبارك الله ما شاء الله كيف داير. وبالطبع غادي نمشيو ندخلوا لاصال دو تخيط ديالنا. اول شيء غادي نلقاوه مقابل معنا مباشره هي قاعه تخزين الحليب. وبطبيعه الحال هذا المكان هذا هو اللي كتوضعوا فيه ثلاجات ديال الحليب. ومن هنايا كتجي عندكم سيتيرنا باش انها تفرغ الحليب ديالها. وكتشوفوا ها هو كل شيء مجهز. بالمناسبه في هذه القاعه هذه هي كنتوفروا كذلك في هذا المكان على دش من اجل التعقيم ديال العمال اللي كيخدموا هنايا. هو هذا كتشوفوا فيه واضح بالنسبه لكم. وكذلك كنتوفروا على طواليت خاصه في هذا المكان كتشوفوا فيها هي هذه امامكم واضحه بالنسبه لكم هنا. وبالطبع مباشره ملي كنزيدوا للامام فاحنا الا درنا للجهه ديال اليسار غادي نلقاو عندنا هنايا المكتب الخاص بالاداره ديال هذا المكان. نفتحوا المكتب ديالنا. من بعد ما حليت لكم المكتب بطبيعه الحال كان خصنا ندخلوا. هذا هو المكتب ديالنا المتواجد عندنا هنايا في وسط لاصال دو تخيط، وهو المكتب المركزي اللي كيتم فيه تسيير هاد الفيرما بالكامل. يعني الانسان ملي كيجي كيستثمر اول شيء كيفكر فيه هو مقر التسيير فين غادي تجي ترتاح نتايا وتشوف الحسابات ديالك بالكامله، لان هذه كلها حسابات فيرما خاصه بتربيه الابقار
اول شيء تفكر فيه هي الحسابات الرسميه. بطبيعه الحال بانت لكم الجزء الاول المكان الخاص بتخزين الحليب الثلاجات، منه مباشره كنخرجوا هنايا في كنلقاو لاصال دو تخات ديالنا، وبالتحديد المكان ديال الحلب هو هذا بالتحديد اللي كتشوفوا فيه امامكم هنا. بالطبع هنايا بالتحديد كنتكلموا على انه ممكن حلب 24 بقره، 12 بقره على الجهه اليسار و12 بقره على الجهه ديال اليمين، والمكان هو هذا بالتحديد انتم كتشوفوا فيه. بالطبع باين لكم كل بقره كتجي الراس ديالها تيجي هنايا، وبطبيعه الحال المكان ديال الحلب كيكون في الجهه الخلفيه، لذلك كتشوفوا الشكل ديالهم غادي بحال ما هكذا. بالمناسبه غادي نهبطوا للاسفل باش تكون لكم الامور اكثر وضوحا. دابا غتقول لي الابقار ملي كتجي، بدايه الابقار كتدخل من داك المكان اللي كاين ليها وكتجي كتم الحلب ديالها هنايا، وكترجع كتخرج ها هو عندها هذا الباب هذا من هنايا. هادو كيجيو كيخرجوا من هذا الباب، انتم واضح بالنسبه لكم كلهم تيخرجوا من هنا، اما الجهه الاخرى كلهم تيرجعوا وتيخرجوا من ليها باش ما يوقعش عندنا اكتضاد بالنسبه للابقار. نهبطوا للجهه السفلى ونشوفوا الالات ديال الحلب ديالنا اللي متوفره هنايا بالكامل. انتم بطبيعه الحال ما ننساش انه كلشي كيكون مع التعقيم، وبطبيعه الحال باش كنشوفوا كذلك الحليب هنايا نشوفوا التركيز ديالها. بين لكم الشكل ديالها احنا غاديين فيها، يعني الالات كلها مازال جيده وكيتم الاستعمال ديالها حاليا. هي توقف الاستعمال ديالها، ولكن كتشوفوا بانه بمجرد غادي تجيو تستمروا في هذا المكان فانتم على موعد مباشر مع استثمار اللي جيد وكل شيء مجهز. هذا من لي زافونتاج ديال هذه الفيرما، على انه ما غاديش تضرب تماره من الاول، وانما كيوفرها لك صاحب الفيرما مجهزه. غنزيد انا وياكم من بعد ما طلعت انا وياكم من هذا المكان، جينا هنايا وشنا البوكات ديالنا. هذه الدور ديالها بالتحديد هو تنظيف كل من الحظائر ديالنا وتنظيف هذا المكان من الفضلات الخاصه بالابقار، وبالطبع راه كتبقى عندكم مع الفيرما، يعني جميع الاشياء متوفره بالنسبه لكم في هذه الحاله. واضح لكم الشكل تبارك الله ما شاء الله، واضحه لكم الاله كذلك واضحه. اذا غادي نرجع هنايا، هذا المكان كله مفتوح هو اللي كتدخل منه الابقار ديالنا، وبالتحديد غادي نمشيو ونخرجوا باش نشوفوا الحظائر بالتحديد. اول شيء غتلاحظوا معايا بانه الفيرما ديالنا راه كلها محاطه بالكاميرات ديال المراقبه، حتى هذا المكان ديال الحليب راه فيه كاميرات مراقبه من الجهه الاخرى. اول شيء غادي تشوفوا عندي في هذا المكان البدايه كاينه عندنا من هنا اللي هي الحظائر ديالنا، وهذه كتشوفوا بانه عندنا 1000 واكثر من 500 متر، هذه هي كلها في هذا المكان الخاصه بمكان النوم ديال الابقار. وهذا المكان هذا تعتبر هذه زريبه كبيره خاصه بالابقار، يعني خلال النهار الابقار ديالنا كلها كنطلقوها في هذا المكان هذا كتشوفوا فيه، كنطلقوها كتسارى. اليوم نتوما كتعرفوا الابقار ديال الحليب دائما خصها هذه النوعيه هذه من الاستثمارات، ما خصهاش النوعيه ديال الناس اللي كنشوفوهم بزاف كيجيبوا ابقار وكيسدوا عليها. ندخلوا للحظيره رقم 1 اللي هي هذه كتشوفوا فيها. بطبيعه الحال المكان ديال الشرب متوفر عندنا هنايا، والاماكن الخاصه بالنوم مصوبه بطراز اللي عالي كتبان لكم. هيا كل مكان كتدخل بقره وكتنعس هنايا بعيده على الاخرى، كتشوفوها راه مجهزه بالكامل، وعندهم باب من الجهه الخلفيه هو اللي كتخرج منه الابقار. اجي نمشيو كاملين ليه. من الجهه الاخرى ها انتم كتشوفوا المكان اوضح حاليا، كما قلت لكم المساحه الخاصه بهذه الحظيره رقم 1 بالتحديد 1600 متر، وكتشوفوا المنافذ ديالها، يعني الباب الاول الباب الثاني الباب الثالث والباب الرابع راه هو اللي خليته من الجهه الخلفيه. وهنا بالطبع كتقول لي كيفاش هذه الابقار هذه كيتم الاطعام ديالها او كيفاش كيتم وضع الاعلاف لهاد الابقار هادو. لذلك غادي تخليك معايا باش غادي تشوف من هاد الاماكن اللي كتشوف فيهم هنايا بالتحديد. من هنا الابقار ديالنا كتخرج الراس ديالها باش كتبدا الاعلاف ديالها، ومن هنا كدوز عندنا التراكتور وكتبدا تحط لينا الاعلاف هنا. غنردكم باش نشوفوا هادشي. بطبيعه الحال ملي كنتكلم على التراكتور كتبقى موفره عندكم هنايا كذلك مع هاد الفيرما هذه كيخليها لكم، وكذلك جي سي بي راها كتشوفوا فيها. اجي نمشيو من لهيه باش نوضح لكم هادشي. المكان اللي قلت لكم هو هذا اللي كتشوفوا امامنا بطبيعه الحال الحظيره الاولى رقم 1 اللي المساحه ديالها 1600 متر هي هذه، والحظيره عندنا رقم 2 هي هذه بطبيعه الحال المساحه ديالها 3600 متر، وتعتبر الحظيره المفتوحه كيف كتبان امامكم. وبطبيعه الحال كيبان لكم هنا الجي سي بي اللي كيبقى عندكم كذلك مع الفيرما، وكيبان لكم الميلونجور الخاص بخلط الاعلاف حتى هو تيبقى عندكم هنايا مع الفيرما. اما الا درت لهاد الجهه هذه فهنا بالتحديد كنلقى عندنا الحظائر المفتوحه او الزريبه المفتوحه الخاصه اللي كيطلقوا فيها الابقار خلال النهار. بالطبع واضح لكم هذه التفاصيل، لاصال دو تخيخ ديالنا هي هذيك. اما هذا المكان غادي نمشيو دابا ندخلوا معاه مباشره. ملي كندخل مع هذا المكان
المكان غادي يبان لكم على انه المكان اللي كتوضع فيه الاعلاف، وبطبيعه الحال الجرار كيمشي من هنا باش كيوضع لنا الاعلاف. بالمناسبه الجرار راه كيبقى عندكم مع الفيرما فقط لظروف القناع، خرج من الفيرما، ولكن غتجيو تلقاوه مع الفيرما لانه كيتبع كما غادي تشريو الجي سي بي وغتشريو الميلونجور كذلك الجرار تيبقى هنا. السؤال كيفاش كيتم وضع الاعلاف؟ كدوز الاعلاف كتوضع هنايا والابقار ديالها كتخرج الراس ديالها من هذا المكان، وبالطبع من الجهه الاخرى كتشوفوا فيها هاد الاماكن هادو كيتفتحوا والابقار كتخرج الراس ديالها باش كتعلف من هنايا. نمشيو من الجهه الاخرى تبان لكم هاد الجهه. بالنسبه للتراكتور ها هي جات، هي هذه الجرار الخاص بطبيعه الحال شاري ولا ما دخلش، وانما التراكتور الخاصه بالفيرما ديالكم ان شاء الله اللي غادي تلقاوها وسط هاد الفيرما. هي هدايا واضحه لكم فقط للتوضيح هذا الامر. يلا سيدي دابا نكملوا وسط الفيرما ديالتنا. الجهه الاخرى ها هي واضحه لكم، حتى الجهه العلويه كذلك كتبان لكم كامله الاسقف ديال الحظائر ديالنا. فقط كنحاول نوضح لكم كل جزئيه اللي كاين عندكم هنا باش تكون الامور اوضح. المكان ديال الشاطئ، بالنسبه للشاطئ السعه ديالو فهي 20 متر كيوب، اي 20 متر مكعب، وكيتم وضع ديال الماء هنا من جوج ديال الابار، بئر بالصوندا اللي كاين في الجهه الخلفيه ديال الفيرما، او بئر اخر كاين هنايا وسط الفيرما. وبالطبع الحظيره الخلفيه هي دي اللي كتشوفوا فيها فين كتوضع الابقار الاخرى، والابواب اللي تكلمنا عليها اولا المداخل ديال الحظيره رقم 1 هي هذه. واضحه لكم من هنايا؟ واضحه. اجي دابا يا اما نمشيو من الجهه الخلفيه لهيها، او نمشيو بالتحديد نشوفوا الحظيره اللي المساحه ديالها 400 متر اللي فيها المكان ديال الابقار ولا المكان ديال العجول. هذه هي الحظيره الخاصه بالابقار الولود واللي المساحه ديالها 400 متر، والمكان اللي كنا فيه قبل قليل هو هذاك. دابا حنايا غادي نمشيو ندخلوا وسط الحظيره ديالنا. كتشوفوا بان هذا المكان هذا هو الخاص اللي كنوضعوا فيه الابقار الحلوب ديالنا بالكامل، وكتشوفوا بانها الجهه العلويه كلها مسقفه. اما الجهه اليسرى ديالها فين كنلقى عندي هنايا، شوفوا بطبيعه الحال من اجل الماء الساخن الاستعمال ديالو اثناء التوليد، وهذه الاماكن الصغيره هي اللي كنوضعوا فيها العجول ديالنا بالكامل. وبالطبع كيبان لكم كاين فيها جوج الاماكن الخاص بالرضاعه والماء. اذا باين لكم الحظيره ديالنا هذه الجهه اليسرى، وبطبيعه الحال هذه الجهه اليمنى ديالها. يلا نخرجوا منها حاليا. من بعد ما خرجنا من الحظيره ديالنا مباشره وكنخليو الكراج ديالنا هنايا، بطبيعه الحال هذه هي الطريق اللي كيجي منها الشاحنات الخاصه بالاعلاف، وكنجيو مباشره باش كنلقاو هاد لي سيلو الخاصه بتخزين الاعلاف اللي كل واحد كيهز لنا 15 طن، وبطبيعه الحال مزودين بالكهرباء. وهي كذلك لي سيلو الخاصه بتخزين لونسيلاج او الذره، وهادو كل واحد فيهم تيهز لنا اكثر من 500 طن تقريبا. وهذا المكان هذا اللي هي مغازه كبيره كنوضعوا فيها الاعلاف ديالنا كذلك. ومن هنا بطبيعه الحال كنهزوا باش كنحطوا نورمالمون الميلونجور ديالنا وكنحطوا فيه الاشياء بالكامله. اما ذاك المكان اللي ليها نمشيو نوريه لكم. في هذا المكان بالتحديد كنلقاو عندنا الجروب الكتروجين ديالنا من جهد 35 كافيا، وبطبيعه الحال لو بوست الكتريك ديالنا من جهد 50 كافيا. وبطبيعه الحال هادو باش الا حبس عندنا الكهرباء هنا او وقع مشكل في المنطقه كنقدروا نستعملوا لو جروب الكتروجين ديالنا، والمكان اللي تكلمنا على لي سيلوس الخاصه بالتخزين. اما هذا المكان او هذا الجزء هذا فهو خاص بالسكن ديال العمال، يعني المكان الثاني اللي عندكم اكثر من 2 3 4 ديال العمال كاين اماكن فين تخليوهم. وكتشوفوا هاد لابارتي هذه اللي كتشوفوا فيها فارغه، هذا الجزء كله تابع للفيرما ديالنا اللي تقدروا انكم تستغلوه وديروا فيه اي شيء من الزراعات ديالكم، خصوصا ان التربه اللي جيده هنايا، التربه اللي سوداء، والناس اللي بغات دير الذره ديالها هذا المكان مفتوح بالنسبه لكم. اذا كانت هذه الفيرما ديالنا بالنسبه لليوم. الناس اللي كتسولنا على الفيرمات المجهزه الخاصه بالتربيه ديال الابقار، مساحه 5 الهكتارات ونصف او 5 الهكتارات و6000 المتر على بعد 74 كيلومتر من مدينه الرباط، وكذلك توجد على الطريق المعبده. هذه الفيرما اللي بنات يدينا اليوم كتحتوي لنا على جوج ديال الحظائر كبيره من مساحه 1600 المتر، حظيره خاصه بالمبيت ديال الابقار وحظيره مفتوحه من مساحه 3600 متر. اما ديك الحظيره الكبيره اللي كتواجد عندنا في هذاك المكان الخاصه بتوليد الابقار المساحه ديالها 400 متر، كذلك الميلونجور هنا، وكذلك الجي سي بي، وكذلك كنتكلموا
في الجهه الاخرى على حظائر اللي كبيره وكبيره جدا كتبان امامكم هنا، واللي كلها مفتوحه، بالاضافه لثلاثه ديال لي سيلول الخاصه بالتخزين ديال الاعلاف المركزه، وثلاثه اخرين وهذوك الاولين كل واحد السعه ديالو 15 طن، بينما الثانيين الخاصين بالاعلاف ديال لونسيلاج الذره كل واحد السعه ديالو 500 طن. كذلك الكهرباء البوست ديال الضو كاين عندنا، وكاين عندنا كذلك الجروب الكتروجين من اجل الحفاظ على الكهرباء. وبالاضافه لهذا الامر هذا هنايا كنتوفروا على اون سال دو تريت الخاصه بالحليب مع المكان الخاص بوضع الثلاجات، وبطبيعه الحال البوبكات الخاصه بتنظيف هذه الفيرما. هادشي كله كاين مع المكتب الخاص والمكان اللي كتجي فيه الستيرنا الخاصه بكم كذلك في الفيرما. وبالطبع هاد لافيرم ديالنا شفنا هنا فين كاين عندنا السكن ديال العامل، رجعنا بالقرب منه باش نعطيكم التفاصيل المهمه. هي المساحه ديالها 56,000 المتر، يعني 5 الهكتارات و6000 المتر، محفظه وكتجي كتشري انفاغم اللي مجهزه. اما بالنسبه للناس اللي كتسولنا على الثمن، فالثمن المطلوب هو بالتحديد 880 مليون سنتيم. بالنسبه للناس اللي كتسولنا على الثمن بالاورو او الدولار، دائما ذكروا معايا القاعده اللي كتقول اذا كان 1 اورو يساوي 10 دراهم فالثمن ديالها هو 880 الف اورو او 880 الف دولار. وبالطبع واش هذا الثمن هذا قابل للنقاش؟ اكيد قابل للنقاش في هذه الفيرما الكبيره الجميله. ولا بغيتي تزوروها الارقام ديالنا دائما هما هادو ديال فيرمات واراضي فلاحيه. وشنو خصكم ديروا؟ فقط تتصلوا بنا مباشره في الارقام ديالنا وتحددوا معنا موعد ونجيبوكم ان شاء الله لغايه هذا المكان هذا باش تشوفوا كل جزء تكلمنا عليه. وبطبيعه الحال رجعت بالقرب من الباب اللي جينا منه هو هذاك، والباب اللي غنمشيو منه والباب اللي غادي يولي باب رسمي ديالك انت ملي غادي تشري هاد لافيرم هذه. هي بطبيعه الحال الجيران بالقرب منك. واضح لكم التفاصيل؟ اذا بالسلامه لهاد الفيرما الجميله حاليا اللي انا كاين فيها وكنتمتع بالوقت ديالي. وصراحه من المشاريع الجميله اللي ضروري الواحد الا عنده اموال يقدر انفيستي فيها. يلا خليتكم في راحه، خليتكم في صحه جيده، وان شاء الله اذا توفقتوا وشريتوا هذه الفيرما هذه غنكون انا من الاشخاص اللي غادي يبقى يجدوا منكم الحليب هنا دائما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.